أكيد ما فيش أجمل من الأكل الصحي اللي كُلّه فيتامينات ومعادن وكمان معاه اللحمة المشوية. ممكن نقدّم الخضار ومعاه فراخ مشوية، ممكن سمك حتى مشوي، وكُلّه بيكون أكل صحّي مفيد للهضم ومفيد للجهاز الهضمي. النهارده هنعمل مع بعض خضار سوتيه. الخضار هنعمله بطريقة صحّية، عبارة عن كوسة وجزر وفلفل ألوان، وممكن نضيف له بسلة، ممكن نضيف له بروكلي، ممكن أي خضار موجود عندي، ودي اللحمة ستيك. بابدأ أبشر عليها فصين من التوم وباحط عليها البهارات اللي أنا حاباها. ضِفت كزبرة ناشفة وضِفت كمون وضِفت فلفل أسود وضِفت جوز الطيب بسيط جدًا، وضِفت معلقة من زيت الزيتون الليمون، وسِبتها في التتبيلة دي لحد ما أعمل الخضار. الخضار نفس التتبيلة باحط عليه فص توم، ملح وفلفل وشوية من الزعتر، بازوّد الزعتر هنا وبازوّد معلقة من زيت الزيتون، باقلِّب كل الخليط ده وباحطه في مصفى، وبابدأ أحط تحته مَيّة مغلية، يعني في حلة مَيّة مغلية، وباغطّي الخضار لحد لمّا بيستوي، ودي الطريقة الصحية لعمل الخضار السوتيه. بعد كده بابدأ إن أنا أعمل اللحمة بتاعتي اللي أنا تبّلتها في التوم وزيت الزيتون والليمون والملح والفلفل والكمون وكمان جوزة الطيب، وباحطه في الجريل لحد لمّا يتحمّر من الجنبين، ما بياخدش وقت خالص. وده الخضار السوتيه بعد أمّا استوى زي ما أنتم شايفين، طالع بنفس لونه ونفس شكله، وباضيف له كمان البطاطس لو حابة، وزي ما أنتم شايفين طالع في منتهى الجمال، شهي ومحتفظ بكل عناصره الغذائية. ودي اللحمة بعد أمّا استوت طلّعتها من الجريل وطلعت بالمنظر الجميل الشهي ده. نقدر ناكل بقى معاها الرز، وكده يبقى وجبة كاملة فيها كل العناصر الغذائية. وجبة سريعة تقدري تعمليها في ربع ساعة بتكون جاهزة. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.